وانا لو جيت قلت لك من 30 سنة تعالى اشتري منتج انت ما تعرفش عنه اي حاجة غير صورة ليه، هتروح تشتريه؟ مستحيل. استنى بس قبل ما تقولي ان ده عادي، ده عادي دلوقتي، بس ده ما كانش عادي من 30 سنة. من 30 سنة كان تفكير الناس مختلف عن دلوقتي. النهارده انا مش جاي اكلمكم عن امازون، انا جاي اكلمكم ازاي امازون خلت الناس تثق فيها. قصتنا بتبدا لما جيف بيزوس كان شغال في وول ستريت سنه 1994 وشاف الانترنت وقتها بيكبر بسرعه مرعبه، فقرر ان هو يسيب كل حاجه هو بيعملها ويفكر فكره بره الصندوق ويبدا من الصفر. بدا بفكره بسيطه جدا من جراج واللي هو بيحاول اللي هو يبيع كتب اونلاين، وسنه 1995 بدا اول موقع ليه، موقع امازون. كان الوقت ده بيبيع كتب بس علشان ده كان بيوفر عليه سهولة الشحن. بس المشكلة في الوقت ده مين كان هيشتري حاجة اونلاين؟ مين هيشتري حاجة من على موقع على انترنت؟ خد بالك اللي انا بكلمك في وقت الناس اصلا ما كانتش واثقة في الانترنت. هنا بقى كان القرار اللي غير كل حاجة. هو ما حاولش يبين امازون ان هي اقوى او احسن او اسرع، هو ركز على حاجة واحدة بس وهي الثقة. بدأ اللي هو يعمل ريفيوز حقيقية، بدأ يعمل ريتنج واضح، بدأ يدخل سياسة اللي انت تقدر ترجع الحاجة بعد ما انت اشتريتها. وده يعني ايه في نظر الناس؟ يعني لو منتج وصل لك ومش عاجبك تقدر اللي انت ترجعه. فبدأت من هنا نقطة التحول، ان الناس دلوقتي تقدر اللي هي تشتري وهي مطمنة، هي مش قلقانة من حاجة. لو المنتج ده مش عاجبني هعرف اللي انا ارجعه. وبدأ اللي هو يدخل حاجات تانية كتير جدا غير الكتب اللي كان بيبيعها اول حاجة. بدأ يدخل كل حاجة اونلاين، اي حاجة تقدر انت تشتريها اونلاين وتقدر انت ترجعها، مش هيكون عندك مشكلة او تخوف. والنهاردة امازون بتبيع بمليارات حوالين العالم. بس السر هنا ولا كان في منتجات ولا كان في سرعة التوصيل، السر هنا كان في الثقة. وخليني اقول لك ان دوت بيحصل دلوقتي في اي كونتنت انت بتعمله في الوقت الحالي. الناس مش بتشتري المنتج بتاعك، هي بتشتري ثقتك في المنتج، الاحساس اللي وصل لها من المنتج بتاعك. لو احنا ما قدرناش نبني ثقة حقيقية بيننا وبين الناس فاحنا مش هنقدر فعلا اللي احنا نبيع. حتى لو منتجك احسن ومش باني ثقة مش هتعرف اللي انت تبيع. انا شوية جرجس، لو عايز تعرف اي حاجة تخص الماركتنج او التصوير اعمل سبسكرايب واستناني الحلقات الجاية. سلام.